السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناس كتيرة جدا جدا بتيجي تقول يا دكتور أنا حاسس إن في إفرازات خلفية بتنزل في زوري، بتنقط في بلغم دايما حاسه في زوري من جوه، وكل شوية عاوز أطلعه وبقعد أتنحنح كتير ما بيطلعش، وآخد مذيب للبلغم ما بيطلعش، وبشرب مية ما بيطلعش. عاوز أعرف إيه السبب وعلاجه إيه. معكم الدكتور محمود خميس، استشاري جراحه الانف والاذن والحنجره وعضو الزماله المصريه لجراحه الانف والاذن والحنجره والمناظير وامراض الراس والرقبه. موضوع الافرازات الخلفيه دي ليه كذا سبب. احنا هنتكلم على الاسباب الشهيره جدا جدا. اول حاجه ان ممكن يكون المريض ده عنده مشكله في الانف. المشكله في الانف دي تخص التهاب مزمن في الجيوب الانفيه او التهاب حاد في الجيوب الانفيه او في تضخم بغضاريف الانف عامله انسداد فبدات الافرازات تنزل في الزور لورا، او المريض ده عنده حساسيه او لحميات بالانف. يعني السبب ممكن يكون من الانف او ممكن يكون السبب في الحلق، يعني المريض ده عنده حساسيه او التهاب مزمن في الحلق. الالتهاب المزمن ده بيسبب ان دايما في افرازات نتيجه ان الغدد اللعابيه اللي موجوده بتبدا تفرز بكميات كبيره الافرازات بتاعتها في الحلق من جوه. الحاجه الثالثه او الرابعه، الثالثه ان ممكن يكون عندك حاجه اسمها ارتجاع مريء. ارتجاع المريء اللي هو الصامت ده بيحصل ان الحمض بتاع المهده بيهرب من الفتق هنا في الحجاب الحاجز ويبدا يوصل لحد الحلق والحنجره ويعمل التهاب مزمن فيها ويخلي دايما في افرازات مزمنه موجوده. طيب باختصار شديد، يعني انا الوقت لو عاوز احل المشكله دي، لو عندي مريض وجالي العياده وقال لي يا دكتور انا في افرازات خلفيه، ايه المفروض ان انا اتعامل معاه؟ طبعا مذيب البلغم، بعض الناس بتدي مذيب بلغم فثبت ان مذيب البلغم ملوش قيمه في الموضوع ده خالص. لكن انا بتعامل اولا لو عنده مشكله في الانف زي انسداد او تضخم في الغضاريف او كده لازم انا احلها له. يعني اقول للمريض ده استعمل محلول ملح دايما واغسل الانف وخلي مناخيرك دايما مفتوحه، واستعمل بخاخات اللي فيها الكورتيزون علشان تقلل من تضخم اللحميات او الغضاريف اللي موجوده اللي عامله انسداد في الانف. بالنسبه للحلق او الحنجره، لو انا عندي في حساسيه مزمنه وانا بحس ان انا لما بشم روايح معينه او كده بيبدا الافرازات تزيد في زوري او الكلام ده، او بحس ان الحلق دايما بدا يحصل فيه زي نشفان او الكلام ده كله، بستعمل اقراص اللي هي مضاده للحساسيه وبمشي عليها فتره لحد ما الدنيا تتحسن. المفروض ان انا امشي على نظام اكل معين، بمعنى ان انا ما اكلش قبل ما انام ب3 ساعات، ممنوع المقليات بزيت لكن اكل مشويات او مسلوق عادي، ممنوع الدهون، اي دهن في اللحمه او الفراخ بشيله، ممنوع الحراق او الشطه او البهارات او الحاجه الساقعه او الحاجات اللي فيها الكافيين زي القهوه. كل ده مهم جدا جدا، وممكن يبقى انا رافع راسي وصدري عن بقيه الجسم بزاويه 45 وانا نايم. الحاجه الثانيه ممكن ادخل ادويه اللي هي مضادات، الحاجات اللي هي زي الاوميبرازول او كونترلوك او نيكسام، الحاجات اللي هي بتاع الحموضه وامشي عليها فتره، ممكن ندي من شهر لشهرين او 3 شهور كمان عشان نظبط الدنيا. طيب في حل مؤقت يقدر يريح المريض ده؟ والله احنا دايما في اجتهادات كتيره جدا من بعض الاطباء والاساتذه بتوعنا في القصر العيني وفي عين شمس، ان هو بنجيب حوالي 250 سم ميه، 250 سم ميه. الميه دي لازم تبقى معقمه او ان انا اغليها عشان لو فيها اي ميكروبات واسيبها تبرد، واحط فيها معلقتين صغيرين عسل نحل ابيض طبيعي ومعلقه ملح، يعني معلقه ملح واحده ومعلقتين عسل نحل طبيعي، و250 يعني ربع لتر ميه، وبخلطهم على بعض جدا جدا جدا، دوبهم كويس وبسرنجه 10 سم، وانا بغسل بالسرنجه كده من غير سن، بفضي في الانف كده من ناحيه لجوه، الاتجاه بيبقى افقي مش راسي، افقي مش راسي، يعني مش ناحيه العين كده لفوق، لا ده لجوه افقي. بفضي هنا بالسرنجه كده وبتنزل من الناحيه الثانيه، والناحيه الثانيه نفس القصه. بعمل الكلام ده مرتين في اليوم او 3 مرات، خاصه قبل ما انام واول ما اقوم من النوم، وممكن اغرغر بيهم برضو. الحاجه الاخيره لازم ما تنساش ان الجفاف وقله شرب الميه ممكن يعمل افرازات خلفيه في الحلق. لازم تشرب على الاقل 3 لتر ميه في اليوم. لو عندك سؤال يخص الافرازات الخلفيه او مشاكل الارتجاع المريء او الانف والاذن والحنجره سيبها في تعليق وانا هرد عليك. ما تنسوش تشيروا الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.